زمان كان الانسان بيتحرك اغلب يوم، يصطاد، يزرع، يمشي، وكان بيعمل مجهود بشكل مستمر. اما دلوقتي اغلب الناس بتاخد سعرات عاليه جدا وحركتها قليله، ده خلى امراض زي السمنه والسكر والخمول بتزيد بشكل ضخم. ومن اهم الاسباب وراء ده كله طريقه تعامل الجسم مع الانسولين. طب يعني ايه الانسولين؟ الانسولين هو هرمون بيتم افرازه من البنكرياس، وتحديدا من خلايا اسمها بيتا سيلز. وظيفته الاساسيه انه بينظم مستوى السكر في الدم، بالتحديد بعد ما تاكل كربوهيدرات بتتكسر لجلوكوز وبتدخل مجرى الدم. هنا البنكرياس بيفرز الانسولين، والانسولين يشتغل كانه مفتاح بيسمح للخلايا انه يسحب الجلوكوز ويستخدمه كطاقه او يخزنه. لكن المشكله ان النظام الغذائي الحديث مليان سكريات واكل مصنع ومشروبات عاليه السعرات، وده بيخلي مستوى السكر يعلى جدا بشكل متكرر طول اليوم. في الحاله الطبيعيه الجسم بيفرز كميه معتدله من الانسولين ويرجع السكر لمستواه الطبيعي، لكن مع التكرار المستمر الخلايا بتبدا تقل استجابتها للانسولين، ودي هي الحاله اللي بتسميها مقاومه الانسولين. بمعنى ان الجسم يفرز انسولين اكتر عشان يحقق نفس النتيجه، ومع الوقت بيحصل خلل في التمثيل الغذائي بالكامل. ومن علامات مقاومه الانسولين الجوع السريع بعد الاكل، الخمول والنعاس، زياده دهون البطن، والرغبه الشديده في الحلويات، وطبعا صعوبه خساره الوزن. واحيانا اسمرار اماكن في الجلد زي الرقبه، ولو استمرت لفتره طويله بدون تعديل نمط الحياه ممكن تتطور لمقدمات سكر من النوع الاول او من النوع الثاني. طيب ازاي نحافظ على معدل الانسولين مظبوط في الجسم؟ اول نقطه جوده الاكل. مش كل الكربوهيدرات سيئه، في فرق بين كربوهيدرات معقده بطيئه الامتصاص وبين سكريات سريعه بترفع الجلوكوز. مثلا الشوفان، البطاطس، الرز، الفاكهه والبقوليات بترفع السكر بشكل اهدى ومنتظم، خصوصا لو معاها الياف وبروتين. اما المشروبات الغازيه والحلويات المصنعه بتسبب ارتفاع وانخفاض سريع في السكر، وده بيخلي الجسم يجوع بسرعه. تاني نقطه البروتين والالياف. اما الوجبه تحتوي على بروتين والياف معدل امتصاص الجلوكوز بيقل، وده بيساعد على استقرار الطاقه في الجسم وتقليل افراز الانسولين بشكل مبالغ فيه. ثالث نقطه النشاط البدني، ودي من اقوى الحاجات علميا لتحسين حساسيه الانسولين. اثناء التمرين العضلات بتستعمل الجلوكوز كمصدر طاقه، وده بيقلل السكر في الدم ويحسن استجابه الخلايا للانسولين. علشان كده حتى المشي بعد الاكل ب 10 او ب 15 دقيقه ممكن يحسن لك تنظيم السكر بشكل واضح. رابع نقطه النوم والتوتر. قله النوم وارتفاع هرمون الكورتيزول بيأثر بشكل مباشر على ارتفاع حساسيه الانسولين، لان الجسم في حاله التوتر المستمر بيبدا يرفع السكر في الدم كآلية دفاعيه. علشان كده الشخص اللي بينام قليل او متوتر طول الوقت غالبا هيلاقي صعوبه اكتر في التحكم في الشهيه والوزن. خامس نقطه واخر حاجه التحكم في الكتله العضليه. كل ما زادت الكتله العضليه بشكل صحي قدره الجسم على استخدام الجلوكوز بتتحسن، وده سبب مهم يخلي تمارين المقاومه مفيده جدا للصحه مش للشكل بس. والمهم جدا انك تعرف ان الصحه مش معناها انك تحرم نفسك. الفكره الاساسيه هي التوازن والاستمراريه، لان المشكله الحقيقيه مش في اكل بنوعه لكن في نمط حياه كامل بيتكرر يوميا. وفي النهايه التحكم في الانسولين جزء اساسي من فهم جسمك، تحسين صحتك وطاقتك وتركيزك على المدى الطويل، لان جسمك لما يشتغل بكفاءه حياتك كلها بتتغير. لو عجبك الفيديو واستفدت تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.